في حاجة بتعطلك في حياتك دلوقتي وعلى الأغلب أنت مش شايف. في حاجة ممكن تكون أخطر من الخوف وأخطر من الجهل، إنك تعيش مش على طبيعتك. دكتور جو براون، كوتش أداء عالمية اللي اشتغلت مع نوا لايلز، أسرع راجل على وجه الأرض، بتقول في كتابها See Your Elephant: أكبر حاجة بتعطل الناس عن طاقتهم الحقيقية مش الضغط، مش الفشل، لكن إنهم بيشتغلوا بفيرجن مش بتاعهم. الكتاب بيسمي الظاهرة دي فيل التصنع، إنك تتغير حسب الناس، حسب المكان، حسب اللي متوقع منك، لحد ما تنسى هو أنا مين فيهم، أنا كنت مين أصلا. تلاقي نفسك بتقول رأي مش مقتنع بيه، بتوافق عشان تمشي الدنيا، بتضحك وانت مش مرتاح، بتكمل في شغل مش شبه، علاقة مش شبه، بس عشان شكلك بقى قدام الناس. ومن بره شكلك تمام، لكن من جواك في حاجة مش راكبة. الأخطر إنك مع الوقت بتعيش الدور وتبدأ تصدقه، وتلاقي نفسك بقيت نسخ كتير، نسخة مع الشغل، نسخة مع الأهل، نسخة مع الصحاب، في الآخر مش عارف انت مين فيهم الحقيقي. والجميل إن الإسلام تكلم عن الفكرة دي من أكتر من 1400 سنة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يعني ما تعيش دور مش دورك، ولا تحاول تبان بشكل مش حقيقي. وفكرة النية في الإسلام هي بالظبط اللي بيسموها في الغرب الأوثنتيسيتي، المصداقية. بيسأل نفسه أنا بعمل ده ليه؟ هل بعمله عشان الناس، ولا بعمله عشان ربنا، ولا بعمله عشان الناس تشوفني بشكل معين؟ ومن هنا جه كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس وأحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. يعني ما تكونش صدى للناس اللي حواليك، ما تمشيش ورا كل حد من غير ما تسأل نفسك إيه رأيك أنت، لأن اللي بيعيش للناس بيضيع نفسه. أخطر حاجة إنك تعيش طول عمرك بتستنى تقييم الناس وتبني حياتك على يا ترى هيقولوا إيه. دكتور جو براون في الكتاب بتقول إن الخطوة الأولى مش إنك تغير حياتك كلها مرة واحدة، إنك تشوف الفرق بين أنت مين فعلا ومين بتتصرف إنك هو. كل مرة تاخد قرار جديد اسأل نفسك سؤال واحد بس: أنا مقتنع بده ولا بعمله عشان أبان بشكل معين؟ دكتور جو عندها تمرين بسيط جدا بس عظيم في نفس الوقت. بتقولك فكر في 5 لحظات في حياتك حسيت فيها إنك مش على طبيعتك خالص، مش بتتصنع، مش بتلعب دور، واكتب عن كل لحظة 3 أسئلة: إيه اللي كنت بتعمله؟ كنت مع مين؟ إيه الإحساس اللي كان جواك؟ وبعدين شوف الحاجات المشتركة في اللحظات دي قيمك الحقيقية. ومن دلوقتي كل مرة هتاخد قرار اسأل نفسك سؤال واحد بس: أنا مقتنع بده ولا بعمله عشان أبان بشكل معين؟ خلي بالك، التصنع ممكن يريحك، لكن الصدق بيريحك طول العمر. لما تبقى صادق مع نفسك، أفكارك، مشاعرك، أفعالك كلهم ماشيين في نفس الاتجاه، وده اللي بيديك قوة. اسأل نفسك النهاردة: امتى آخر مرة كنت على طبيعتك فعلا؟ ولو مش فاكر يمكن يكون ده فيلك.